ازيكم اجمل اصدقاء؟ هنعمل مع بعض بقى النهارده البيتي فور الخطير ده، بيتي فور الاعياد. وممكن نعمله برضو مش في الاعياد، يعني هو طعمه جميل جدا، ولو جربتوه مره مش هتبطلوا تعملوه، يعني هتعملوه على طول. وفي كل المناسبات جميل جدا، ينفع في الافراح، حاجة العروسة. جميل جدا، هيعجبكم جدا. استخدمت هنا مكنة البيتي فور، زي ما انتم شايفين الاشكال بتاعتها جميلة جدا، مطلعة اشكال حلوة ومظبوطة. اللي ما عندوش مكنة بيتي فور برضو استخدمت هنا زي اللي انتم شايفينها، اللي فيها الكريس دي برضو. القمع ممكن نستخدم القمع بكيس الحلواني او من غير كيس الحلواني، يعني سهل خالص، مش ضروري نعقد المواضيع ونقول اصل انا ما عنديش مكنه بيتي فور. لا، عادي خالص ممكن نعمله، يعني وسهل وبسيط ومش بياخد وقت، ومقاديره بسيطه خالص وموجوده عندنا في البيت. عندنا المقادير هنا، هقولها بالجرامات وبالكوبايات. عندنا كوبايتين من الزبده عاملين 320 جرام، وكوب سكر يكون ناعم عامل 130 جرام. طبعا هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. هضرب حلو قوي الزبدة مع السكر لغاية ما تبقى كريمي كده. لو ما فيش مضرب كهربي ممكن نستخدم المضرب اليدوي، بس المضرب اليدوي هناخد وقت شوية في الضرب. بحاول هنا اخد الاطراف وانزل الاطراف علشان تتضرب معاهم. بضيف بعد كده 3 صفار بيض ومعلقة من الفانيليا تكون سايلة، وربع معلقة من الفانيليا اللي هي البودر دي، اللي هي بتبقى من غير سكر. لو بسكر ممكن نحط كيسين اللي هي بتبقى فيها سكر دي، لكن اللي هي بتبقى خام، فانيليا الخام، ممكن نضيف ربع معلقة. بضيف البيض واحدة واحدة كده. احنا هنقول تاني 3 صفار بيض وبياض بيضة واحدة. ما بنكترش البياض عشان البيتي فور يكون عندنا ناعم. لو كترنا البياض مش هيبقى ناعم معانا، فاحنا بناخد 3 صفار بيض وبياض بيضة واحدة. هنجهز بعد كده الدقيق. اخد مني 3.5 دقيق، بس احنا هنبتدي ب3 كوبايات بس. عاملين 400 جرام، وبضيف عليه رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس ممسوحة مش مليانة قوي برضو عشان البيتي فور ما ينفش معانا قوي. ببتدي بقى اعجن حبة بحبة، ما بضيفش الدقيق مرة واحدة لان بيختلف بدقيق من دقيق في امتصاصه للسوائل. قبل ما عندي ياخد كل كمية الدقيق يكون لسه طري كده، بقسمهم لقسمين عشان العجينة تستقبل الكاكاو. ضفت معلقتين نص عليهم، نص الكمية ضفت عليهم معلقتين من الكاكاو الخام. معلقتين كبار، انا ما وزنتهمش يعني، بس بالتقريب يعني معلقتين كبار يعني. لغاية ما تكون برضو احس انها ناعمة. لو ما حسيتش انها لو حسيت انها لسه طرية ممكن نزود شوية دقيق كمان. هنا برضو زودت دقيق برضو لان هي ما كانتش اخدت كل كمية الدقيق. ببتدي ازودها بس ما بنشفش العجينة قوي. هتشوفوا العجينة شكلها ايه برضو عشان تاخدوا لبالكم من العجينة ما تنشفش معاكم، عشان تبقى سهلة عندكم في المكنة، ما تبقاش ناشفة جوه المكنة. بشوفها كده طرية مش بتشقق. لو بتشقق يبقى هنزود شوية زبدة كمان، يبقى كده هي نشفت مننا. لكن هي كده عندي حلوة ومظبوطة. حطيتها في التلاجة تريح لمدة ربع ساعة. ببتدي بقى اقسم عندي، لو هعمل الجزء اللي هو بيبقى فيه النص شوكولاتة بفرد جزء كده من الابيض، وبعدين ببرم جزء في الشوكولاتة واحطه في النص كده زي ما انتوا شايفين. وببتدي بقى في المكنة ده لو انا هستخدم المكنة. ببتدي بقى احط عندي هنا في المكنة، وبختار بقى الاشكال اللي انا عايزاها. المكنة هتلاقي كل الاشكال موجودة فيها. ممكن تعملوا اشكال متنوعة. اخلي بالي بقى وانا بعمل بالمكنة ما تبقاش تخينة قوي، يعني ما تضغطش جامد قوي برضو. استخدمت كمان القمع زي ما انتوا شايفينه كده، سهل برضو القمع واشكاله حلوة برضو مش وحشة يعني.
بس انا عشان عندي المكنة فاستخدمت الاتنين. بدخله بقى في الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما يدي لون كده ذهبي كده، وعندي استوى بقى جميل جدا. وبعد كده بقى لو حبينا نزود، عندي الكريز، ممكن نزود كريز، ممكن نحط شوكولاتة، ممكن نلزق جزئين او 2 بتيفورة مع بعض. بعد كده بقى بفركه كده. شوفوا طالع جميل جدا وخطير ولذيذ. كل الاشكال جميلة جدا وطعمه جميل جدا. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وياريت تشرفوني على صفحة كوكينج ويز هايدي، واتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وكومنت، لان ده بيرفع الفيديو وناس تشوفه اكتر. باي باي.